ايه حكايه العمليه 1001 وايه بدايه العمليه واسرارها وازاي العمليه انتهت؟ فهنتعرف على قصه العمليه بالكامل بس بعد الفاصل. في يوم من الايام سنه 68 داخل مبنى المخابرات العامه المصريه بيدخل ضابط ومعاه ملف من 4 صفحات ومكتوب عليه هام وسر للغايه، ومضمون الملف ان يتم زرع عميل داخل جيش الاحتلال الاسرائيلي، وطبعا العميل ده لازم يكون يهودي او من اصول يهوديه وسنه من 17 ل 19 سنه. الفكره طبعا كويسه لكنها خطر جدا خصوصا في الوقت ده بعد نكسه 67، وعلشان تجيب شخص بالمواصفات دي فاكيد مش هيكون ولاؤه لمصر، فعلشان كده قرروا انهم هينفذوا العمليه لكن في تعديل، وهو اللي هينفذ الخطه هيكون مواطن مصري وهيغيروا له اسمه والهويه بتاعته وكل حاجه عشان تثبت انه شخص يهودي. وبعد مراجعه 3000 ملف ل 3000 يهودي موجودين في مصر ظهر قدامهم صوره لشاب يهودي من اصل مغربي وكان سنه 17 سنه وحالته هو واهله مناسبه جدا للعمليه، والشاب ده اسمه موشيه زكي رافي، ابوه بياع ملابس في القاهره وامه كفيفه وليه اخت صغيره، والشاب ده لان ظروف اهله سيئه وصعبه فطفش من البيت، وابوه بعدها توفى حزنا عليه، وامه واخته اتوفوا حرقا بعد ما لمبه الجاز ولعت في البيت. والمخابرات بعد ما عملت تحريات عن الشاب ده فاكتشفوا ان هو كمان توفى في مستشفى لانه كان مصاب بمرض، فالمخابرات المصريه استغلت الموضوع وغيرت كل اوراق الدفن بتاعته ودفنوه على انه مواطن مصري مسلم علشان يفضل اسم الشاب موشيه عايش ما اتدفنش. فقرروا انهم يختاروا الاسم والشخصيه دي علشان ينفذوا بيها العمليه، لكن السؤال هنا مين اللي هيجيبوه علشان ينفذ العمليه دي؟ وفي الوقت ده كان في ضابط مخابرات وقال لمديره ان الشخص المطلوب ده عنده، ومن هنا تبدا قصه العميل 1001 اللي هينفذ العمليه دي، وهو عمرو مصطفى طلبه، شاب مصري رياضي وطالب بكليه الهندسه وبيكره جدا اليهود والاحتلال الصهيوني بسبب احتلاله لسيناء في نكسه 67. وعمرو من كراهيته لليهود راح بنفسه لمبنى المخابرات العامه طلب انه يقابل اي مسؤول جوه الجهاز، والامن لما كان بيساله انت عاوز تقابل اي مسؤول ليه؟ فكان رده ليهم ان عاوز اشتغل معاكم في اي حاجه ضد اسرائيل. فضابط المخابرات لما عرف مديره على الشخص ده المدير طلب انهم يعملوا تحريات عنه، ولو اتاكدوا انه تمام يبقى هو ده الشخص اللي هيقوم بالعمليه. لما جابوا الشاب عمرو مصطفى وقعدوا معاه استقروا ان هو اللي هينفذ العمليه، وبدات على طول التدريبات المكثفه لعمرو في مكان في الكليه الحربيه، وفهموا عمرو طبيعه العمليه اللي هيقوم بيها، وقالوا له برضه انه هينسى اهله ودراسته ومش هيصلي ولا هيصوم وهيعمل كل حاجه زيهم، فعلموه ضبط النفس والثبات الانفعالي لاقصى مدى، وقدروا يجهزوه لكل حاجه هيقوم بيها في العمليه دي لحد ما بقى يهودي زيهم بالظبط. وفي الوقت ده المخابرات المصريه جهزت له الاوراق وجواز سفره باسمه وشخصيته الجديده، وبعد ما كان اسمه عمرو مصطفى طلبه بقى اسمه موشيه زكي رافي. وعمرو بلغ اهله ان الجامعه هتسفره البعثه في روسيا بسبب تفوقه الدراسي، لكن الحقيقه ان السفريه كانت لليونان، وهناك بدا يدور على شغل لحد ما اتعرف على بحار يهودي، البحار شغله معاه على السفينه اللي شغال عليها، وكان عمرو دايما بيتظاهر بحبه لاسرائيل وانه نفسه يسافر لاسرائيل، فالبحار نصحه انه يقدم طلب بالهجره لاسرائيل، وبالفعل عمرو مصطفى قدم طلب وتمت الموافقه عليه. وبعد ما توافق على طلب الهجره حولوه لمعسكر المهاجرين وهناك علموه اللغه العبريه لانه قال لهم ان هو يهودي من اصل مغربي وما يعرفش اللغه العبريه. وجوه المعسكر عمرو اتعرف على اكتر من واحد، ومن ضمن اللي اتعرف عليهم راجل عجوز. الراجل العجوز ده ليه واحد قريبه شغال في القدس، فالراجل العجوز ده ادى ورقه لعمرو وقال له اول ما توصل ادي الورقه دي لقريبي ده وهو هيساعدك على الشغل. وبالفعل عمرو سافر للقدس وهناك بدا يدور على الراجل العجوز اللي معاه عنوانه، واول ما وصل له قام الراجل ده مشغله في مستشفى، وعمرو في المستشفى بدا يعمل لنفسه علاقات كتير، وكان من ضمن العلاقات دي انه اتعرف على طبيب واشتغل مساعد معاه، وسبب معرفته بالطبيب ده انه عرف ان الطبيب بعد فتره صغيره هيتنقل لتل ابيب، فبدا يتعرف عليه علشان وقت ما يتنقل ياخد عمرو معاه، وتبقى هي دي البدايه اللي تخلي عمرو يحط رجله في تل ابيب. وبعد فتره قريبه الطبيب بالفعل اتنقل لتل ابيب وعمرو راح معاه، لكن عمرو حس ان شغله هناك في المستشفى مش نافعه باي حاجه، وكل علاقاته اللي عملها ما قدرش من خلالها انه يوصل لمعلومات تفيد مصر، علشان كده قرر انه يسيب المستشفى ويدور على مكان تاني. عاوز اعرفك بس ان لحد دلوقتي ما كانش لسه في تواصل بين عمرو وبين المخابرات المصريه لحد اللحظه دي. طبعا المخابرات المصريه كانت مراقباه وعينها عليه، لكن ما فيش اي حد منهم اتواصل معاه. المهم ان بعد ما عمرو ساب المستشفى راح يشتغل في مكتبه في تل ابيب. المكتبه دي كانت قديمه وكان فيها بعض الكتب والوثائق اليهوديه النادره جدا، علشان كده كبار الشخصيات المعروفين في تل ابيب كانوا من زوار المكتبه دي. ولان عمرو كان وسيم فصاحبه المكتبه كانت ست عجوز، لكنها حبته وطلبت منه انه يسكن معاها وسلمته كل كبيره وصغيره في المكتبه، واصبح هو اللي متحكم في كل حاجه في المكتبه. لحد ما جه يوم وهو في المكتبه دخلت ست المكتبه وطلبت منه انه يساعدها في حاجه، وبعد ما ساعدها سالته عن اسمه وقالت له انت ما تعرفنيش؟ قال لها لا ما اعرفكيش، فقالت له ان اسمها سوناتا وانها عضو في الكنيسة الاسرائيلي.
وبدا يكون في تواصل وعلاقه اعجاب بينهم. لكن اللي كانوا شغالين في المكتبه وبسبب غيرتهم من عمرو بلغوا صاحبه المكتبه بالعلاقه اللي بين عمرو او موشاه وبين سوناتا، وترتب على كده ان صاحبه المكتبه غارت عليه وقامت مبلغه عنه الجيش الاسرائيلي وقالت لهم ان ده هربان من الجيش، فاتقبض على عمرو وخلاص هيرحلوه. ففي اللحظه دي اتدخلت سوناتا، ولانها طبعا عضو في الكنيسه الاسرائيلي قدرت بواسطه معينه انها تخليه في تل ابيب، ومن هنا كانت البدايه. وسوناتا توصلت لعمرو انه يشتغل في مكتب المراسلات العسكريه. المكتب ده بيستقبل رسائل الجنود والضباط من الجبهه لتل ابيب ومن تل ابيب للجبهه، يعني كده عمرو مطلع على كل الرسائل اللي بتيجي من هناك لهنا. وفي المكان ده قدر عمرو انه يجمع معلومات كتير، لكن كانت المشكله هنا ان لحد اللحظه دي ما كانش لسه في تواصل بينه وبين المخابرات المصريه، وهو لسه ما عندوش اي تعليمات ان ينقل المعلومات دي للمخابرات، لحد ما جت اللحظه المناسبه بانه يبدا يبعت المعلومات بالطريقه اللي اتفقوا عليها للمخابرات المصريه. وفضل عمرو مستمر في ارسال المعلومات دي لحد سنه 73. وفي مارس 1973 اتفاجئ عمرو بتعليمات من المخابرات العامه المصريه انهم بيقولوا له ان يعمل خناقه كبيره جدا مع سوناتا بحيث انها ما تكونش طايقاه، وعمرو ما كانش قدامه الا انه ينفذ التعليمات. وعمرو كان عارف نقطه ضعف سوناتا وهي غيرتها عليه، علشان كده يتعمد انه يجيب بنت لحد البيت ويخليها تشوفهم مع بعض، فده طبعا اثار غضب سوناتا بشكل غير طبيعي. وتاني يوم على طول وصل خبر للمخابرات ان تم نقل عمرو على الجبهه بعد ما قامت سوناتا عن طريق نفوذها بنقله للجبهه، وهو ده اللي كانت المخابرات المصريه عاوزاه. واول ما عمرو وصل لسينا بدا الشغل اللي بجد، فكل كبيره وصغيره بتحصل حواليه كان بينقلها للمخابرات العامه، سواء معلومات او خرائط او رسومات او تسليح او شفرات، فاي حاجه كانت بتوصل له كان بينقلها. وفي الوقت ده المخابرات المصريه عملت مع عمرو موقف كويس جدا، وهو ان تم تعيينه في الكليه الحربيه برتبه ملازم اول، وده كان تقدير ليه وضمان لمستقبله تقديرا لجهوده وخدماته اللي قدمها للوطن. وبالمناسبه عمرو المكان اللي كان موجود فيه كان بسلاح الاشاره بتبه ام مرجم. المكان ده حصن جديد جدا لاسرائيل، وكان مركز العمليات بالنسبه ليهم، وكان فيه كل اجهزه الارسال والاستقبال والاشارات المتحركه. علشان كده كان لازم الجيش يبدا بتدميره، لان انت لما تدمره فانت كده قدرت تسيطر على الحرب. واستمرت خدمه عمرو لحد يوم 6 اكتوبر 73، واليوم ده جت رساله لعمرو ان يسيب مكانه فورا، لكن البطل عمرو طلبه رفض تنفيذ الامر تماما. وعمرو وهو موجود اتفاجئ ان في معلومات جايه لهم ان تتنقل الوحده لمكان تاني خالص، وفي نفس الوقت كان في معلومات واشارات عماله تيجي على الاجهزه، وعمرو كان شايف ان المعلومات دي لازم توصل لمصر اول باول. وقرر عمرو انه يفضل في مكان خدمته لحد الساعه 2 الظهر، وبدات الضربه الجويه الاولى وتلاها ضربات المدفعيه، وكان اول هدفهم هي تبه ام مرجم اللي اتدمرت بالكامل ومعها البطل الشهيد عمرو طلبه. وبعد ساعات حاولوا انهم يتواصلوا معاه لكن ما كانش فيه رد او اي اشارات تماما. وبعد ضرب الموقع والسيطره عليه تماما من الجنود المصريين اتفاجئ الجنود في نفس اليوم اللي موجودين في المكان بطياره هليكوبتر بتنزل هناك، وبينزل منها شخصيه عسكريه هامه جدا ومعاه مجموعه من الضباط وبيدوروا وسط الجثث على حاجه كانها ضايعه منهم، لحد ما لقوا اللي بيدوروا عليه داخل غرفه التحكم اللي كانت اتدمرت بالكامل. وانتشروا الجثه ولفوها بعلم مصر وطلبوا من كل الجنود انهم يقراوا له الفاتحه. الجنود كانوا مستغربين من الجندي الاسرائيلي اللي لابس ملابس اسرائيليه وبيقراوا له الفاتحه، طبعا ما كانوش يعرفوا ان الشخص الملفوف بعلم مصر وبيقراوا له الفاتحه هو البطل الشهيد عمرو مصطفى طلبه او موشيه زكي رافي. وتم نقل الجثمان للقاهره وتسليمه لاهله والصلاه عليه ودفنه. وتم منح اسم البطل الشهيد عمرو مصطفى طلبه رتبه رائد بالقوات المسلحه، بالرغم انه ما دخلش الكليه الحربيه ولا يوم، لكن ده طبعا تقديرا لجهوده وبطولاته اللي قدمها علشان تقدر مصر انها تنتصر في حرب اكتوبر وترجع الارض اللي تم احتلالها في نكسه 67 واللي دفع ثمنها دم المصريين والجنود اللي كان منهم عمرو مصطفى طلبه، رحمه الله عليه ورحمه الله على كل شهدائنا الابرار اللي قدموا ارواحهم سواء في حروب او عمليات ارهابيه واللي بسببها سلت دمائهم على ارض الوطن. وبكده اكون خلصت، واتمنى ان اكون شرحت لحضرتك شرح مبسط، ويا رب انصر مصر. تحيا مصر. السلام عليكم.